جانا وفرحنا بعد غيابه وبقاله زمان قالوا قولوا اشتغلت زمان في الصناعة دي من أيام ما كنت وأنا في تالتة ابتدائي، يعني سبت المدرسة واشتغلت فيها. اتعلمت في كذا ورشة واشتغلت يعني مع كذا صنايعي، وربنا كرمني وفتحت ورشة اهوت وشغال معاه 2 3 همت. الحمد لله يعني شغالين في رمضان وفي الصيام ونعمل ايه عشان نجيب على اكل عيشنا والكلام من ده. هو الحمد لله يعني فاتح بقالي 3 4 سنين هنا فاتح ورشه. الحمد لله يعني شغالين وربنا رزقنا انا الحمد لله. بقالي شغال دلوقتي 9 8 سنين. اتنقلت في كذا ورشه انا اتعلمت وبتاع دلوقتي الحمد لله يعني ربنا كرمني واتعلمت والحمد لله. الدخل اللي بتدخله يعني مش دوت، بتدفع ايجار، بدفع كهرباء، طبعا بدفع كهرباء يجي 200 وشويه كهرباء، والايجار برضه بدفع لي 700 جنيه في الشهر، وبدفع يوميات صنايعيه، يعني في صنايعيه بتاخد 100 وفي صنايعيه بتاخد 50 وفي واحد بياخد 70، يعني مش كل الصنايعيه زي بعضها طبعا حسب الشغل. انا دلوقتي بحب مهنتي والحمد لله، يعني اقضيها في رمضان يعني تسلية وقت بدل ما اقعد في البيت وانام كده، يبقى تسلية وقت، وشغال شويه بالليل شويه بالنهار، تسلية وقت يعني مش حاجه يعني.